أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفضيات، فالعبادة التي شرعها الله تعالى تبنى على أصول وأسس ثابتة تتلخص فيما يلي: أولا، أنها توقيفية، بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها، بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله عز وجل، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الآية من سورة هود. ثانيا، لا بد أن تكون العبادة خالية من الشرك وما إلى ذلك. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية من سورة الكهف. فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها. قال الله تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الآية من سورة الأنعام. ثالثا، لا بد أن تكون القدوة في العبادة والمبين لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية من سورة الأحزاب. وقال أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية من سورة الحشر. وجاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه في العبادة. رابعا، أن العبادة محدودة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها. في الصلاة مثلا قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآية من سورة النساء. وكالحج قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الآية من سورة البقرة. وكالصوم قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية من سورة البقرة. فلا تصح هذه العبادات أداء في غير مواقيتها. خامسا، لا بد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله وخوفه ورجائه عز وجل. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية من سورة الأنبياء. سادسا، أن العبادة لا تسقط عن المكلف من بلوغه عقلا إلى وفاته. قال الله تعالى في كتاب العزيز: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية من سورة آل عمران. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآية من سورة الحجر. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، فالعبادة لا تنحصر في حد ضيق، ولكنها تشمل كل ما شرعه الله من الأقوال والأفعال والنيات. فهي تشمل أقوال اللسان وحركات الجوارح ومقاصد القلوب، بل تشمل كل حياة المسلم، حتى أكله وشربه ونومه، إذا نوى به ذلك التقوي على طاعة الله عز وجل، بل حتى معاشرته لزوجته إذا نوى بها التعفف عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟
فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أيها المستمعون، أيها المستمعات، احذروا ما يبطل العبادة أو يذهب ثوابها، فمن ذلك الشرك بالله، ومنه أيضا الرياء وهو من شرك الأصغر. قال الله تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.